السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ طبعا انا رجعت بعد معاناة، يعني دي لي شهرين كده ما كنتش فاضية عشان خطوبة ولدي. ماشي، وبعدين رجعت دلوقتي. طبعا انا جيت اغسل الكوتشيات دي. عارفين الكوتشيات دي؟ يعني دي بيضة، صدقوا بالله كانت بصي يعني زي الطرحة دي، شايفين زي الطرحة دي؟ ماشي، كانوا موسخين جو. قلت طب يلا كده يا ام احمد تعالي اغسليهم. طبعا حرام، بدل ما اشتري طبع العيد جاي كل سنه وانتم طيبين. قلت يلا اغسل الكوتشيات اللي عندي، حرام ان انا ما اغسلهاش. طبعا ده كوتش عثمان، ماشي، وده كوتش احمد، وده كوتش عثمان من الابيض، وده برضو بتاع احمد يعني بصي، وده بتاع منى، وده بتاع رحمه، ماشي، وابو احمد وكده يعني كلنا هوته مع بعضينا، ماشي. وده برضو بتاع بنت اختي. فلما لقيت ننضف الكوتشيات حلو قالت لي يا خالتي برضو خدي اغسلي لنا الكوتشيات بتاعتنا برضو، الكوتش بتاع الابيض ده وده، ماشي، غسلتهم لها. فانا يا جماعه بصي القناه بتاعتي يعني مش عارفه بنت اختي كده. طبعا انا قناتي في النازل، فما كنتش عاوزه اكمل، فاحبطت بصراحه. اليوتيوب ظالمني، مش عارفه ليه، مش مخلي فيديوهاتي راضيه تعدي. بس والله فيديوهاتي حلوه، بس مش عارفه اعمل ايه. ان الله مع الصابرين. ودي رجعت تاني هعاني تاني، ماشي. شايفين هنا الجار بص كانه ما اتلبس خالص اهو، شايفين اهو. وده برضو شايفين لو كانت بقعة بسيطة مش مهم. وده برضو شايفين اهو نوفي. يعني. ده بصي ده مش عاوزة اقول لكم كان ازاي. هو ده بس اللي ده اتشال بيه كتير، بس ان شاء الله برضه هنضفه. يعني انا عندي بصي بالي طويل شوية واحب انضف الحاجة. ده برضه لسه هنضفه، بس ده انضف أحسن من التاني كده برضه، حلو قوي. ده ان شاء الله برضه انا بحب اخلي الحاجه كانها جايه بصي من المحل جديده. ده برضه عمل شويه بس هنضف ان شاء الله. شايفين اهو، شايفين من فوق زي الفل. هو بس دي ان شاء الله في مده انا هجيبها اخليه يلمع من تحت كانه جاي جديد، ماشي. اللي عنده كوتشي ابيض يدخل على القناه بتاعتي وانا هقول له. وده برضه يعني حاجات بسيطه هيتي، شايفين، بس ان شاء الله هنضفه باذن الله. وده شايفين اهو يجي زي الفل وزي الورد. هقول لكم انا دلوقتي غسلتهم دول، بصي غسلتهم ما خدوش معايا عشان ما ابقاش كدابه. نص ساعه، في نص ساعه كنت غسلتهم ولمعتهم وخلتهم بيض زي الفل. وقعدوا يومين على ما ينشفوا. بعد يومين عشان طبعا ما حطيتهمش في الغسالة اوتوماتيك، لا كله ده على ايدي بالفرشة. بالفرشة. بس مش هقول لكم انا غسلته بايه، بالمواد. مش عاوزه اقول لكم انا غسلت بايه، عشان نفسي الفيديو ده توصلهولي مليون مشاهدة. نفسي كده تشجعوني ان انا بصي يعني قناتي تعدي ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. اللي عنده كوتش مركون يطلع يغسله ابيض يكون متضايق منه. هي خلطة سرية على فكرة. خلطه بصي لا محدش يعرف يعملها ابدا، حتى المصنع نفسه ما يعرفش يعملها عشان يعمل احنا اخترعناها بالصدفة زي كده، شايفين. فعاوزه بصي كده زي انتم ما شايفين، تشد البيضة وحلوة ابيض من البيضة يعني. بص الله اكبر. يلا عاد وصلوا لي الفيديو مليون مشاهدة، وانا هقول لكم غسلتهم ازاي دول في نص ساعة فقط لا غير، وخلتهم بالجمال ده. يعني ده كانوا سود. عاوزاكم بقى يلا توصلوا لي، حتى انا طبعا انا بكرم الله فيكم، بس الحمد لله يعني حتى لو جبت 30,000 جماعة مشاهدة هتفتح نفسي ان انا اكمل القناة معاكم واقول لكم على حاجات حلوة كده يعني مفيدة وجميلة. اللي عنده كوتشي ابيض اسود بيجي اسود هيخليه ابيض زي الدبلات، ماشي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشوفكم على خير. سلام.